اللقب الرمزي، اللقب الشرفي لبطولة اتحاد شمال افريقيا. مباراة اخرى تدور في ملعب الكرم وتجمع الجزائر بمصر. نعطيكم ترتيب الزوز منتخبات. مصر في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة بعد تعادل الجولة الفارطة مع ليبيا، والجزائر في المرتبة الخامسة والأخيرة بصفر من النقاط بعد زوز هزايم. ليبيا معفاة في هذه الجولة الثالثة لبطولة اتحاد شمال افريقيا. كما ذكرت مواليد 2005 2006، واكيد هذه الدورة تحذيرية للمدربين للمنتخبين او للمنتخبات المشاركة، وعددها 5 للدورة القادمة، والتي ستكون رسمية تأهيلية لكأس افريقيا لهذا الصنف. بروفا لكل المدربين لاختبار اللاعبين، لاختبار الرسوم التكتيكية. الغربي و20 صابر ياسين صابر، 24 يانيس شبيل في هذه الآونة. معمر محاولة المرور داخل منطقة الجزاء وتوصل لإلياس بومسعودي. حاولت مدامين علالة محاولة التمرير مرة أخرى. محمد التونسي باهية التغطية لحارس مرماه توماس التونسي لزيد الدين كادا، وممتاز العملية ترجع لزين الدين كادا يسدد، والتصدي من الحارس والركنية الأولى للمنتخب الوطني التونسي. تخبط التصدي من الحارس، رفع كرة على مستوى القائمة الثاني. التدخل من رشيد اثنين، وباهي العملية للمنتخب المغربي. رشيد فتال يقوم بالمراوغة، رشيد فتال ولا تدخل الدفاعي ممتاز جربي. ثم كرة للمنتخب الوطني التونسي، وعجدي العيساوي التسديد ممتاز الحارس، ثم الهدف الأول للمنتخب. تتاح النتيجة للمنتخب الوطني التونسي بعد تسديدة أولى تصديها للحارس. هذه عادة للعملية وتوصل الكرة تسديدة، يتدخل الحارس ثم كما جات دون ترويض يوسف بش أمين علالة يرفع كرة بين زوز لاعبين، والتدخل الدفاعي من رشيد السياحي. يرفع كرة مرة أخرى يوسف الأخديم مرر للعطال، ثم إلياس بومسعودي وتدخل ممتاز من خليل العياري. وكرة مرة أخرى للمنتخب المغربي، محاولة المرور والمراوغة والتوزيع، وهدف التعادل للمنتخب المغربي. رضا العلاوي يتمكن من تعديل النتيجة للمنتخب المغربي في توقيت 14 دقيقة لعب. رضا العلاوي 14 دقيقة لعب، 1-1 بين تونس والمغرب. هذه إعادة للعملية من ياسير الزبيري. التوزيع تدخل من حارس المنتخب الوطني التونسي توماس الزواغي. هدف إلى حد الآن في انتظار معرفة نتيجة مباراة الكرم. هذه كرة مرة أخرى للمنتخب التونسي، التمرير توصل لي ممتاز العملية والتدخل، لكن مرة أخرى ترجع من يوسف الأخديم على مستوى القائمة الثانية، مرة أخرى تدخل الحارس، ثم التوزيع من الأخديم، والكرة كانت من تنفيذ الكرة. يسعد بالراس زين الدين كادا، سهلة توزيع على التمرير داخل المنطقة، ولا تدخل لدفاع المنتخب التونسي. يقول مخالفة، هدف أبيض كروي ممتاز داخل المنطقة لزبيري، والتدخل دون ارتكاب الخطأ لدفاع المنتخب التونسي. تتنفذ المخالفة من حارس المرمى توماس الزواغي لمحمد أمين. نتابع إعادة للعملية الهجومية المغربية بعد استكمال هذه الهجمة المغربية وبسرعة الاستجابة، وهذه التسديدة كانت ممتازة من معاذ ضحاك. بحث عن المساندة، التوزيع والتدخل بالراس من نسيم خليل العياري، والتدخل ويقول ما فما شيء الحكم. وهذه الكرة والانطلاقة من خليل العياري يلمس الكرة بكل صراحة، يلمس الكرة حمل قميص محمد أمين علالة مع خليل العياري يقوم بالمراوغة بين 4 لاعبين. أطنب في احتكار الكرة خليل العياري، وكاد باغت الحارس لكن كانت على مستوى القائمة. وغا خليل العياري ولا التمرير ليوسف بشة ولا أنجيلو جاني، لكن يغير
من الى الجهه المرور داخل المنطقه المراوغه مع علي معمر، التوزيع والتدخل ممتاز من أونجيلو جاني، التوزيع مرت من الجميع، مرت من الجميع. كرة أبو مسعودي، كرة داخل المنطقة، محاولة المرور من رشيد فتال، يسدد يرفع كرة وجد العيساوي، كرة عملية. وجدي العيساوي يرفع كرة والالتقاط. لخديم هو من يرفع الكرة ولا تدخل بالراس كان من زين الدين كادا في موقع دفاعي. زين الدين للمنتخب الوطني التونسي، محاولة المرور وعملية الدفع، والحكم يقول ضرب كرة، والانطلاقة والتوزيع والتدخل ممتاز من محمد أمين علالة في التماس. خرج كرة محمد أمين علالة سعودي للضحاك، الضحاك مع فتال، فتال التمريرة ليوسف الخديم، وكرة ممتازة. عملية فنية ترجع لخليل العياري مع وجدي العيساوي، محاولة التوزيع وكرة خليل العياري وتخرج العياري. خليل العياري، خليل العياري يبحث عن الحل الفردي ويسدد فوق العارضة. أو يوسف بشة، يوسف بشة يحط كرة على الساق اليمين، يسدد بقوة مش بعيدة عن المرمى، مش بعيدة من يوسف لياسير زبيري. حاول التسديد والمباغتة من بعيد، وكورتو رشيد سياح يرفع كرة. محمد أمين علالة في التغطية، توصل لحارس المرمى توماس الزواغي، لياسير زبيري وفي دين الحارس. باهية التغطية من دفاع توصل لمعاذ ضحاك، يرفع كرة في اتجاه الياس بومسعودي، ثم التغطية من الياس عرار. المنتخب الوطني التونسي، كرة والممتازة العملية والخطأ، الحارس يقوم بالهفوة ويلمس الكرة خارج منطقة الجزاء أمام زين الدين كاد. ما كانوا في تشكيلة المنتخب المغربي أكيد خيارات هو اللي تولى التنفيذ، وتصطدم بالحائط البشري في مناسبة أولى ثانية، ثم تعود من دفاع المنتخب من يوسف بشة، يوسف بشة لوجد العيساوي، وجد العيساوي، وجد العيساوي، والكرة في الركنية لا خليل العياري، وتتقص له مرة أخرى ياخذ الكرة خليل العياري. كادا التوزيع وممتاز. الهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني يوسف بشة، يوسف بشة هدف ثاني هدف المنتخب التونسي. تمر من جميع الترويض بالصدر ثم بالساقة اليسرى، يسدد بقوة. غلط الحارس الياس موتيق في الدقيقة 72. كرة ما اخذهاش القائد وجدي، ياخذها يوسف. التوزيع والتدخل بالراس من الياس عرار، المخالفة الحكم يعطي أسبقية اللعبة. التسديد تعود المنتخب المغربي لحارس المرمى الياس موتيق قبل هدف، قبل هدف منذ حين بواسطة يوسف بشة. يوسف بشة سجل للحارسين.